وفاة المخرج خالد شبانة، من هو؟ كم عمره؟ وما سبب وفاته؟ لكن قبل ذلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. تلقى الوسط الفني والإعلامي في مصر اليوم خبرا صادما بوفاة المخرج خالد شبانة، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، والذي رحل بعد مسيرة طويلة قضاها في تقديم برامج ناجحة وصناعة محتوى تلفزيوني مميز. خالد شبانة يعد واحدا من أبرز المخرجين في جيله، حيث بدأ مسيرته المهنية في قناة نايل المنوعات، ثم قدم برامج لاقت انتشارا واسعا مثل برنامج اسهر معانا منذ عام 1998 وسهرة شريعي في عام 2003، قبل أن يتولى رئاسة قناة نايل لايف ثم رئاسة قطاع القنوات المتخصصة. وبخصوص عمره فتشير المعلومات المتداولة إلى أنه في العقد الخامس من عمره، بينما لم تكشف المصادر الرسمية بعد عن تفاصيل دقيقة حول سنه عند الوفاة. أما عن سبب الوفاة فلم يتم الإعلان عنه رسميا حتى اللحظة، واكتفت المصادر بالإعلان عن رحيله المفاجئ دون توضيح ظروف أو تفاصيل إضافية، ما ترك الكثير من علامات الاستفهام لدى محبيه والمتابعين. حالة كبيرة من الحزن خيمت على العاملين داخل الهيئة الوطنية للإعلام، نظرا لما كان يتمتع به شبانة من أخلاق طيبة وعلاقات مهنية مميزة وإسهامات واضحة في تطوير المحتوى التلفزيوني خلال السنوات الماضية. رحم الله المخرج خالد شبانة وأسكنه فسيح جناته، وإلهم أهله وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.